تخيل كده انك صحيت النهارده الصبح ومعاك 0 جنيه، لا شغل ولا فلوس، ومعاك تحدي واحد بس: ازاي تكسب $500 في 3 ايام. الموضوع شكله مستحيل، بس خليني اقولك ازاي ممكن يتحقق. اول حاجة افكر فيها: ايه اللي عندي اقدر استغله فورا؟ لو عندي لابتوب او حتى موبايل وانترنت كفاية. هفتح مواقع زي فايفر وابورك واشوف الناس بتطلب ايه: كتابة مقالات، تصميم لوجوهات بسيطة، ترجمة، تفريغ صوتي. طيب لو ما عنديش مهارة كبيرة، مفيش مشكلة، عندي ادوات ذكاء اصطناعي زي تشات جي بي تي اكتب بيها مقالات او سكريبتات، وعندي كانفا اعمل بيه تصميمات جاهزة ابيعها. الفكرة في اليوم الأول مش إنك تبقى محترف، الفكرة إنك تعرض خدمة بسيطة وتخلصها بسرعة. هعرض خدماتي بسعر قليل جدا علشان أجيب أول عميل بسرعة. حتى لو عملت 3 شغلانات صغيرة ب$20 لكل واحدة، كده بدأت أول $60. تاني يوم مش هعتمد على خدمة واحدة، لازم أوسع وأشتغل على أكتر من اتجاه. ممكن أعمل إعادة بيع منتجات رقمية زي قوالب جاهزة، ملفات إكسل، أو كتب إلكترونية مجانية، أعيد تنسيقها وأعرضها على مواقع زي إتسي أو كرييتيف فابريكا. كمان أقدر أشتغل في حاجة اسمها arbitrage، يعني ألاقي خدمة رخيصة على فايفر وأعرضها أغلى على أبورك أو العكس. أنا بس الوسيط اللي بياخد فرق السعر. اليوم ده محتاج أركز وأشتغل صار 12 ساعة، أجرب وأبعت لعملاء كتير. هنا ممكن أجيب $100 كإجمالي مبيعات أو خدمات. آخر يوم ومحتاج أخلص $500. اليوم ده كله هيكون تسويق وبيع مباشر. هدخل جروبات فيسبوك، أنشر خدماتي وأكلم الناس في الخاص. أستخدم ريديت ولينكد إن، أنشر بوستات وأعرض عروض سريعة. كمان أقدر أستغل موقع زي People Per Hour اللي فيه طلبات عاجلة. اليوم ده ما فيهوش رفاهية إني أستني، أنا اللي لازم أروح للعميل. لو قدرت أجيب 5 عملاء كل واحد $50، كده جبت الهدف. بعد 3 أيام من الشغل المركز أقدر أوصل $500. يمكن هتكون أيام مرهقة، بس الفكرة إن الحل مش في الفلوس اللي معاك، الحل في إنك تستغل كل دقيقة، تستخدم أدوات ذكية وتعرف إزاي تسوق نفسك. سؤالي ليك: لو حطيتك في نفس الموقف، 0 فلوس و3 أيام بس، هتبدأ منين؟